كابتن احمد معلش، كان حصل بس شويه حاجات ومشاكل النهارده بخصوص موضوعك وانضمامك للاسماعيلي وكده، فكنت عايز استفسر منك عن شويه حاجات بعد اذنك. اتفضل. طيب في كلام اتقال ان انت كنت في ناس من النادي الاسماعيلي، حسين ابو السعود عضو مجلس الاداره قعد معاك، وناس من لجنه التعاقدات وكده، وقالوا ان انت مضيت على رغبه واظهروها فعلا، وان انت كنت مخلص مع النادي الاسماعيلي بعقد 600,000 جنيه في السنه. اه ده صحيح؟ لا، بس هقول لك انا اللي حصل. اتفضل. انا قعدت فعلا مع بتوع النادي مع التلفزيون، كان اسمه حسين من الحاج سعود. ايوه تمام. وكان عبد الجابر تمام. قاعد كان موجود، وكان سمير معانا في القعده. مش عارف، كان في حد كابتن كده خالد بيومي. غريب انا ما اعرفوش، او كان في خالد بيومي. تمام. وكان في حد كده كمان ثالث، هو مش عارف باين هو صحفي حاجه زي كده. تمام. سمير نصر مش اسمه فاكر سمير، هو في لجنه يعني. التعاقدات. ايوه هو ده. تمام. تمام. انا بصراحه الكلام كان ماشي كويس معايا وكده، تمام. وانا ما كانش عندي مشكله. فكلام اللي هو سمير ده مم. هو اللي نرفزني، فاهم؟ تمام. قال شويه كلام كده يعني نرفزني، فاهم؟ بخصوص ايه يا اللي هو كابتن؟ انا لما كنت بتكلم في فلوس وكده، يعني في حاجه معينه في الفلوس. تمام. فبيقول لي لا كتير ومش عارف ايه، ده انت ما بتلعبش في النادي، فاهم؟ تمام. في تمام. الداخليه ومش عارف ايه. تمام. فانا بيني وبين نفسي، طب انا ما بلعبش، انت جاي تقعد معايا ليه؟ طب انا طالما ما استاهلش وانا ما ب... طب انت عايزني ليه؟ ما تجيب واحد يستاهل واديله فلوس. تمام. انت فاهم قصدي؟ تمام. تمام. فقعد من هنا لهنا، طب تعالى على نفسك، طب مش عارف ايه. بصراحه انا وانا قاعد آه. كنت متضايق شويه، بس فاهم الكلام. تمام. تمام. فقلت لهم ايه، ما كنتش عايز امضي آه. عشان ما ادخلش في مشاكل مع النادي. تمام. وانا بصراحه يعني لما قال لي امضي رغبه مضيت، تمام. فاهم؟ تمام. مضيت الرغبه تمام. ورحت ايه، مم. وقمت مشيت. بعديها بكام يوم مم. ما حدش كلمني برضه. تمام. فضل كام يوم ما حدش كلمني. مم. جه بعديها راح شيحة كلمني، تمام. قال لي اولا شيحة الموضوع الثاني ما كانش يعني شيحة ما كانش عارف عنه حاجه ولا له علاقه بيه، ما ولا هو كان يعرف حاجه غير بعد موضوع الكلام الزمالك بيتقال ما ان تم. الراجل انت عارف ان كابتن محمد من اسماعيليه، ويهمنا نوضح الموضوع ده، بس اذا كان هو ما انا فعلا بقول لك برضه، ليه دخل او ما انا لا. بقول لك اهو، اه. بقول تمام. لك اهو اتفضل. والله اللي حصل، وانا ما بكذبش لو ايه يعني. تمام. اتفضل. هو شيحة ما يعرفش الموضوع غير تمام. بعد ما خالص بتاع الزمالك. قلت له بقى، قال لي يعني انت؟ قلت له اه. ما هو ما كانش عارف حاجه. ما يعني علينا. تاني تمام. حاجه، اتفضل. تاني حاجه شيحة كلمني قال لي انا جايب لك الزمالك وكده، وكابتن احمد سليمان عايز يقعد معاك بكره. تمام. تمام. قلت له طيب ماشي. رحت لقيت الناس اصلا في الزمالك مخلصه مع الداخليه، يعني الناس في الزمالك خلصت مع الداخليه. يعني انت رايح على الزمالك والناس مكلمه اداره الداخليه يعني مخلصة قبل ما يكلموني كانوا كلموا اداره الداخليه. تمام. انا تمام. قبلها تمام. عشان برضو يعني تعرف انت اللي حصل. اه. الناس في الاسماعيلي فضلت كتير جدا جدا تقول لي طب هنخلص النهارده، طب بكره، طب مش عارف ايه. تمام. وانا ما عنديش مشكله، انا يخلصوا كنت مع بسمع النادي ولا كلام معاك يا كابتن؟ يعني موضوعك كان مع منتهي. النادي، مع لكن النادي. موضوعك انت كان انا منتهي. موضوع انا اه. موضوع انا قلت له خلاص يا حاج، انا عشان خاطرك مم. وعشان خاطر عينيك انا اعمل اللي انت عايزه. تمام. تمام. وبصراحه الحاج محمد يعني راجل محترم جدا. طبعا. طبعا. مش كلام ولا حاجه، طبعا. انا طبعا. بقول لا له كلنا قلتها عارفين له. الحاج محمد راجل كويس. تمام. تمام. قلت له يا حاج انا اللي انت عايزه انا اعمله لك. وبرضه بعد ما قعدنا قال لي ما تزعلش من القعده اللي حصلت دي وكده، تمام. واللي انت عايزه انا اعمله لك كده، يعني لما تمام. عرف ان انا زعلان. ما تمام. علينا، المهم. اتفضل. وكان كل شويه مش عارف ايه هنخلص مع النادي، ومحدش خلص حاجه. تاني حاجه رحت لقيت نادي الزمالك مخلص مع النادي كل حاجه ومتفقين، تمام. بس مستنيني انا. تمام. طب يا كابتن احمد، قعدت مع الناس وقلت لهم انا عايز كذا. اتفضل. انا بس كنت عايز اعرف يعني نادي الداخليه كان طالب مبلغ معين، ولا هم كانوا مستنيين نادي الاسماعيلي او الزمالك يطلبوا؟ هو الحاج كان داخليا كان طالب مبلغ معين. تمام. بس كان الحاج يعني شايف ان هو كتير. تمام. اللي هو مليون انا ونص مش عارف تقريبا، او بصراحه كان مليون كام. تمام. حاجه زي كده. تمام. تمام. المهم ان نادي الزمالك خلص وكده، ورحت قعدت مع الناس في نادي الزمالك. تمام. لقيتهم مخلصين كل حاجه. تمام. وقالوا لي، قلت لهم انا هاخد كذا، قالوا لي اللي انت عايزه. تمام. على طول، فاهم؟ تمام. والشروط اللي انت عايز تحطها نحطها والكلام ده. لقيت الناس مرحبه. تمام. في راحه نفسيه. انت عارف ان أكيد. اهم حاجه في الموضوع في اي حته بقى، لو حتى هتلعب في البلديه بس اكيد ان انت مرتاح للكلام. خلاص هتلعب. طب كابتن احمد بعد اذنك معلش، انت كان ليك وكيل ساعتها ولا ما فيش وكيل ليك؟ لا ما كانش ليا وكيل ساعتها. يعني عبد الجابر هو اللي كان كلمك الاول؟ عبد الجابر اللي كان جايب موضوع الاسماعيلي. وخلي بالك برضه عشان ما اظلموش، عبد الجابر ملوش دعوه. يعني هو عبد الجابر ملوش دعوه ان الموضوع بيعمل شغله. ده راجل بيعمل شغله اكيد. ايوه. انا هو جابني قعدني مع الناس وكده وحتى كان يعني في كلام يعني كان بيتكلم كويس، فاهم؟ بس
هو بقى جه بعديها النادي الاسماعيلي بقى، انا خلصت مع النادي في الزمالك تمام. يعني طب يا كابتن معلش، ومضيت وخدت بين فلوسي. مفاوضات الاسماعيلي ومفاوضات الزمالك وقت قد ايه؟ يعني بين ما الاسماعيلي والناس دي قعدت معاك. لا انا لا، على فكره انا اول نادي يعتبر فوضني في مصر النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي. يعني اول نادي فوضني في مصر. تمام. انا اصلا كنت على طول العقود اللي بتجيلي ما كانش، انا كان ليا وكيل تمام. بس ما كانش شغال لي هنا في مصر يعني، وما كنتش شغال ماضي له بره. كمان، هو كان تمام. بيجيب لي عروض بره مصر. مم. فاهم، ولما يجي لي عرض بيكلمني. تمام. ما كنتش اتوقع مثلا ان انا حد يكلمني من مصر وكده. تمام. فجيت النادي الاسماعيلي كلمني من فتره طويله ورحبت برضه عشان فاهم برضه نادي كبير وكده، ومش كلام بقى يعني عشان صحافه، انا بكلمك بيني اكيد يا وبينك يعني. كابتن، اكيد فاهم تمام. ان نادي كبير وكده ونادي جماهيري وبتاع، فانا رحبت بالنسبه تمام. ان انا في الداخليه تبقى خطوه كويسه. تمام. تمام. فاهم، والخطوه من الاسماعيلي على اوروبا برضه بتبقى سهله. فاهم، اكيد بالظبط. فانا رحبت. بس تمام. فضلت المفاوضات طويله، وانا قعدت مع الحاج كذا مره تمام. وكده. بس انا في الاخر زملكاوي، فلما النادي بتاعي طلبني يعني فاهم، لما جم طلبوني وفي راحه نفسيه وبتاع، تمام. خلاص لا ما قدرتش اتكلم يعني. تمام. تمام. بس في النادي حتى النادي هناك كمان الاسماعيلي زعل مني، الناس زعلت مني من غير ما تعرف تفاصيل ومن غير ما تعرف ايه اللي حصل. تمام. من غير ما والله تعرف اي الناس حاجه كانت خالص. بتتمنى، انت لعيب كبير يا كابتن احمد، الناس كانت تتمنى ان انت تيجي النادي يعني. ربنا يخليك، الله ربنا يكرمك. يخليك، شكرا، ربنا الله يكرمك. يخليك. معلش بس نقطة أخيرة يا كابتن عشان الخلاف اللي داير اتفضل. عليها دلوقتي. كابتن محمد اتفضل. شيحة كان يعرف إن الإسماعيلي قاعد ومخلص معاك لما رحت الزمالك؟ لا 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 والله ما كانش يعرف، ما كانش والله يعرف. عرف بعد ما الموضوع خلص. تمام. تمام. انا بحلف لك بالله يعني، لا انا ولا كنت حاجة يا عارف. كابتن، صادق والله صادق. ربنا يكرمك يا كابتن، وإن شاء الله موفق حبيبي. بإذن الله. حبيبي يا كابتن أحمد. ان شاء الله، ربنا ماشي يا يخليك. كابتن، سعيد. الله يكرمك. اتفضل.